الوقت ده برضو منتخب مصر كده زي ما بيقولوا بقى بيمر فتره احلال وتجديد. نجوم كتير خلص، اللي كبر واللي اعتزل واللي هيعتزل. نجوم كتير زي نادر السيد، عبد الستار صبري، حسام حسن، حازم امام. ماشي ايمن ويلا حازم امام، وحازم امام وجول جول جول. يا لعيبه كبير، يا لعيبه كبير يا حازم امام. وبيظهر على الساحه النجوم اللي لسه بتبدا زي ابو تريكه، عماد متعب، عمرو زكي، وفي بعض اللعيبه اللي لحقت الجريم مع بعض زي وائل جمعه والحضري وبركات وميدو. وفي الوقت ده احنا بنكتشف ان احنا بعد تصفيات كاس العالم اللي بتخلص دي عندنا كاس افريقيا هنلعبها في ارضنا في مصر. فاللي هو طب احنا مفيش مدرب، هنعمل ايه الحل؟ فدلوقتي دور المدرب المصري. فبنبص كده والله قاعدين في اجتماع فلقينا اسمه قدامنا كده، كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته برضه مسيرته التدريبيه فيها نجاحات، ما جاش من دار للنار يعني درب منتخب مصر للشباب وكسب معاهم افريقيا 2003، درب المقاولين العرب وهم في الدرجه الثانيه وكسب معاهم الكاس والسوبر المصري وهم لسه فرقه درجه ثانيه. دي الحاجات اللي ظاهره في مسيره المعلم حسن شحاته قبل التجربتين دول. بس اللي محدش يعرفه، واعتقد اعضاء اتحاد الكوره برضه ما يعرفوش، ان كابتن حسن شحاته قبلهم كان عنده 12 تجربه تدريبيه بره وجوه مصر. فخلاص استقرينا عليه هيجي يمسك المنتخب بشكل مبدئي لفتره مؤقته، اللي هو تعالى بس الحقنا يا كابتن حسن نعدي التصفيات باي شكل وبعدين نشوفك بقى مدرب عام ولا عضو في اللجنه الفنيه ولا اي حاجه نرضيه بيها. كابتن حسن شحاته بصراحه كان شكله جاي يشتغل بجد. لعب شويه ماتشات وديه كويسه، كسب كوريا الجنوبيه في سيول، كسب بلجيكا في ماتش ودي 4-0، قدر يكسب السنغال في ماتش ودي 4-2. والسنغال كانت عقدتنا وقتها زي ما هي عقدتنا دلوقتي. كمل تصفيات كاس العالم وكنا في اخر جوله بنلعب الكاميرون في الكاميرون واحنا املنا انتهت خلاص، احنا مفيش كاس عالم ولا غيره، والكاميرون محتاجه تكسب بس علشان تصعد كاس العالم. نقوم مرخمين عليهم ومتعادلين معاهم في ارضهم 2-2، وكمان جه ضرب الجزاء للكاميرون في اخر دقيقه ضاع. وخلاص بيتم الاعلان رسميا ان حسن شحاته مدرب منتخب مصر في كاس افريقيا 2006، ويبقى معاه في جهازه كابتن شوقي غريب مدرب عام، وحمد الصدقي مدرب مساعد، واحمد سليمان مدرب حراس. جهاز فني ولا جالاكتيكوس الدوري المصري في الثمانينات.